بالنسبة للحصار آمرلي، احنا آمرلي أطرافه موجود بها 36 قرية. أنا من ضمن يعني كنت موظف بهاي القرية اللي قرية دنبلندرة اللي كنت تداوم بها. اللي تقع شمال بغداد باتجاه كركوك، تبعد من بغداد 180 كيلومتر، ومن الشارع الرابط بين بغداد كركوك من 180 تنزل 7 كيلومترات إلى غرب الشارع. تحدها من الشمال وقرى البرضة والبحسنات، ومن الشرق ناحية سليمان بيق وقرية حبش، ومن الجنوب قرية شكر وباشا قلان وخياضر، ومن الغرب البحيرة. يعني تقريبا محاصرة منذ 2005 عندما سقط الطاغية صدام حسين. فأطراف آمرلي على آمرلي 36 قرية، ما عدا ناحية سليمان بيق هم 6 كيلوات على شرق آمرلي، وعدد نفوسها 16,000 نسمة، كلهم من أب أو من جد واحد، من عشيرة واحدة. وبدت الضغوطات على آمرلي منذ ما بدت حياكة المؤامرة الأمريكية الصهيونية والخليجية لتفكيك العراق إلى دويلات. فأطرافنا القرى قاموا ياهو يطلع من آمرلي يلزمونه شارع العام، يذبحون أهل آمرلي على الهوية. الموجودة أطراف آمرلي هم اللي حصروا آمرلي بصراحة. موظفين، أكثر موظفين ناحية آمرلي كانوا من أهل القرى، يجونا وإحنا نروح عليهم. قاموا صارت ورا سقط صدام قاموا يخطفون من عندنا فلوس من العشائر آمرلي، ننطي 3 دفاتر 4 دفاتر ونطلعه. هم من أهل القرى. فأهل آمرلي كان بالمنطقة ما مرغوب، يعني ما يردون أهل آمرلي هنا يبقى بالقاطع. اشتغلوا ضد آمرلي سياسيا وعسكريا. فالمهم احنا صمدنا من 2004، يعني صمود آمرلي مو من اجى داعش 2014. هم يروحون على اعتصامات سليمان بيق، ثلوجة، وين ما يسوون اعتصامات قاموا يروحون عليه. شوية شوية جابوا الداعش، وصارت هذا الشغلة داعش من حصر آمرلي. هم حصرونا، هم قاتلوا ويانا، فاتصلناهم عرفناهم. هذا هم عندهم طريق آخر من البرضة، يلزمون هاي المشروع، بهالمشروع هذا هم يجون، والدراعات دبابات طبوا بيت أمامي، طبوا عليهن الحمر 2 حرقوا، هذا قصف الطيارة وهذا هم قصف الطيارة، طبوا عليها مرات والمدرعات.
صورنا احنا اثنين صورنا بالله عليك صورنا والله صورنا. قطعوا عن الطريق، يعني انقطعوا عن الطريق بحيث لا مسواق مثلا لا مواد غذائية ما يجي للناحية، لأن قبلت ناحية. فاستمروا على هاي الحال تقريبا 15 يوم، وصدفة يعني هو كان الجو حار وكان رمضان يعني، فشافوا ما بي فايدة يعني، ودزوا لنا تقريبا أخبار دزوا بأن حتى نعطيهم بيعة نصير ويا الدولة الإسلامية ما أدري شو من هاي الكلاوات مالتهم، من هاي الدولة مالتهم. فآمر رفض هاي رفضا قاطعا يعني احنا ما ننتمي لهم. كعشيرة آمرلي اجتمعنا بيناتنا وشارك ويانا بالاجتماع الشرطة والجيش، كل مجموعة استلام قاطع. نتحدث عن الانتصارات وخصوصا عما حصل في الملحمة الكربلائية لأهالي آمرلي. كانت لدينا محطات مع أبناء آمرلي، شعبنا في آمرلي، قبل تقريبا 6 أشهر من سقوط محافظة الموصل على أيدي الدواعش. 17 رمضان تقريبا احنا قبل بالفطور قاعدين، والفطور هاي الخفيف اللي عندنا يعني فطور. سمعنا هوانات جاي يرمون علينا هوانات، هاونين 3. قلنا هنا احنا متعودين يعني يذبون 10 20 يوقف يعني يخلص الهجوم. فالشغل طول بهاي الهوانات اكثر، يعني استمر من المغرب للصبح يعني دك هاونات تقريبا 350 هاون ذبوا بيوم واحد علينا. واحنا كنا طالعين يعني على اطراف الساتر، القوة اللي مهاجمة كان هواية. احنا كان هاي الساتر هاي الجهة الشمالية احنا اللي كان يقودها الشهيد حج شاكر الله يرحمه. فعملنا موجود يعني اللي موجود اطراف آمر كله من داخل مدنيين خلينا نقول من العشائر. بهاي الجهة يمينا موجود مجموعة، بهاي الجهة يمينا موجود جماعة. فاستمر الهجوم مالتهم. بالبداية كان عندهم هامرات، لأن هم كان عندهم هامرات ماخذينها من الجيش، هجموا علينا بالهامرات ما فاد. الساعة 10 بالليل الهجوم مستمر يعني الهجوم مستمر. همنا ما قدروا ان يطبون الآمرلي او يخترقون ساتر آمرلي خلينا نقول. استمر هاي التعرض لحد الصبح، يعني احنا تدري بليلة واحدة 350 هاون تقريبا، يعني كل اللي حسبناه كل 5 دقائق كل 3 دقائق يذبون علينا هاون، جاي يذبون حتى التنوير كان يضربون حتى يشوفون آمرلي وين يسقط الهاونات مالتهم. فبالتالي ما حصل انه محاصرة من اغلب هذه المناطق الذين سابقا بعض منهم كانوا منهم ارهابيين مستهدفين اهلنا في آمرلي. فصار الصبح انتهى التعرض كامل، يعني احنا اللي موجودين بالساتر لان هم من هجموا ما كانوا يذبون الهاون على الساتر، كانوا يستهدفون المدنيين الموجودين وين داخل آمر، الموجودين العزل خلينا نقول الاطفال والنساء. فاللي بالساتر ما يعرف بالداخل شكو ماكو، يعني انا من الناس قلت يعني اذا ما عندنا 100 شهيد عندنا 350 هاون مو قليل يعني. فصار الصبح احنا قمنا نفتر على الساتر، حتى اتذكر الشهيد حج شاكر الله يرحمه كان ويانا قال بس شوفوا بالداخل ايش صار، يعني المدنيين ايش صار بيهم. المجموع الخسائر اللي كان عندهم من الدواعش 35 واحد، وكان عندنا اسير هم نلزمنا من عندهم اسير، واللي اسير اعترف انه من قلبه حسنات، يعني بلسانه اعترف. فالعجيب اللي يعني شفناه ولا جريح ما عندنا لا بالساتر لا داخل آمر المدنيين، يعني الليل كله يقصف هاون لحد الصباح الحمد لله بقدرة قادر ما عندنا جريح، ما عندنا. أو يعني عندنا جهال قسم من يسمع صوت القنبلة قام يخاف يفز، وخاصة النساء قسم ما عندهم شجاعة. هاي الهوانات وين وقع احنا ما ندري، لأن ليل كهرباء مقطوع، كهرباء بداية الحصار قطعوا عنا، المي ضخوا عليه تقريبا 3 صهاريج نفط خام، مو هيك نفط عادي، نفط خام من الحبش، قطعوا اللاين
طخوا علينا نفط خام. يعني بداية الحصار اللي سواه علينا قطع الكهرباء والمي عنا، فاستمروا بهاي الحالة مالتهم، استمروا بالتعرض يوميا، اكو تعرض عليه يوميا، اكو علينا تعرض. فالشباب ما تركوا الساتر، حتى النساء قسم النساء كان يطلع ويانا على الساتر، يعني يقدم مي ماكو، ثلج ماكو، يعني ومي مال التوازي مال ابار، لان قلت لك اصلا هو مي ساله الناحيه ما كان عنده دائره مي ما عندنا، فكان اللي نستخدمها مي ارتوازي، مي ابار. والخبز المواد اللي كنا احنا خازنينها يعني ما متوقعين، يعني متوقعين الشهر مثلا اكثر من شهر كنا ما متوقعين، بس يعني مال 3 اشهر ونص 35 يوم 90 يوم بالحصار هذا ما كنا نتوقعها. فالاكل قام شويه شويه يخلص من عندنا، يعني ينقص من عندنا. فاللي عنده اكل كان يطيل جاره، وكان نستخدم خبز الشعير هاي اللي موجود، وكان عندنا بس يعني خبز الشعير اللي كان ناكله. اما المسواق غيره مثلا فواكه خضروات هسه كلها ماكو، ما عندنا اي شيء، هاي بس اللي خبز. وكان عندنا مثلا اوروبا وهاي كنا همينه ناكله. بس العزيمه اللي كان موجود على الساتر كان عزيمه قويه، يعني ما كنا نفكر بغير شيء، بس عندنا شيء واحد اللي هو ندافع عن منطقتنا، ندافع عن عرضنا، ندافع عن اطفالنا، ندافع عن اهلنا. واللي زاد هاي العزم فوق عزمنا يعني فتوى السيد السيستاني الله يحفظه، أن مدينة آمرلي تعاني من حصار مطبق منذ ما يزيد على شهرين، ويستبسل أهلها الأبطال من الرجال والنساء والكبار والصغار في الدفاع عن مدينتهم أمام هجمات المجموعات المسلحة الإرهابية، مع محدودية ما بأيديهم من السلاح والعتاد، ومعاناة شديدة من قلة ما تصلهم بالطائرات من المواد الغذائية. إننا نناشد الجهات المعنية أن تعمل بجد في فك الحصار عن هذه المدينة الباسلة، وإنقاذ أهلها من مخاطر الإرهابيين الذين شاهد العالم كله مدى ما يمارسونه من إجرام ووحشية بحق المدنيين عند سيطرتهم على بعض المدن الأخرى كسنجار وتل عفر وغيرهما. إن الإسراء في إيصال الأطعمة إلى أهالي آمرلي عن طريق الجو يشكل ضرورة قصوى في هذا الوقت، تخفيفا لمعاناة أهلها ولا سيما الأطفال والضعفاء. أول أسبوعين احنا كنا ما نعرف حج فالح الخزعلي، اجا بالطائرة وكنا محتاجين يعني شخص واحد ينزل بآمرلي يقاتل ويانا. احنا الحقيقة اكو من المنطقة كانوا بالخارج ما اجوا، فحج فالح بنص المعركة يعني كان موت احمر، اجا بالطائرة هو ومجموعة وياه من كتاب سيد الشهداء. قال خليه يختار مجموعة يصعد على كيفكم ويروح اكو عندنا الضيف. قلنا حجي هنا الضيف، قال راح يجينا عضو مجلس نواب.
اهم شيء علي ولد بس مش طيارات تخلق يعني سلامة هذا الوضعية الطيار احنا معنا الاشخاص اهم من سيد وبعد ذلك نتيجة لشدة الظروف وما مروا به من محن واستهداف مستمر، كان طبعا لدينا التواصل مع الشهيد القائد الحاج شاكر. الحمد لله وفقنا أن نصل إلى آمرلي بإنزال جوي مع أخوة من نخبة من كتائب سيد الشهداء اللواء 14 الحشد الشعبي، ووصلنا وهم محاصرين. ضحكنا عظم شنو هو يجي علينا واحنا حصار لا اكل عندنا كلش ما عندنا. رحنا يم الطارة، قالوا الطارة الحجي قال طاروا من بغداد. احنا نسميه مطار، هو مو مطار يعني مكان اختارينه حتى يصير. واقفين الطيارة شنو اللي يصير؟ من يشوفون هم الطيارة يجي على آمرلي هم يقومون يرمون بالدوشكات، يرمون بالهوانات، يذبون يعني. فنزل الطائرة وحجي فالح احنا ما نعرفه ما شايفه، بس اخويا انا خبرته قلت له اذا عندكم نيت بكركوك هو بس شوفونا هاي الشخص يعني احنا ما شايفين شلون شكله شنو انجازاته. حج فالح بعده جديد علينا. فنزل الحج ما نعرف احنا يا حج فالح، والهوانات يوقع يعني ابو مصطفى بطل يعني الله يحفظه. فنزل عدنا بالكية والهوانات والدوشكات الدواعي جايه جبناه. والله انا ما كنت اعرفه يعني ما كنت اصلا اعرفه. الاخ المجاهد النائب فالح الخزعلي هو من اهل البصره، لا نعرفه ولا هو كان يعرفنا، ولكن الشيمه العربيه والغيره وايمانا بدينه وبعقيدته وصل الى آمرلي، بحيث من نزل من الطائرة كانت مستهدفة، ومهبط الطائرة مستهدف من السلاح الخفيف والهوانات والمدفعية، يعني بحيث الى هاي المنطقة ما حد كان يقدر يصل، يعني من يصل هنا التحاري. فوصل وقاوم. جبناه هو مجموعة من الشباب، اتذكر ابو مصطفى محمد دوايش صار شهيد، وآصف كان وياه مجموعة، ابو عبد الله كان وياه. فاجا هو نزل استقبلها الجماعة الحج شاكر، وهذا
قاعد بعدين احنا المجموعه المقاتلين هو طلب يعني طلب يشوفنا، فاحنا ما نميز حج فالح، فدخلنا ياهو حج فالح وهذا سلمنا عليه. انا سلمت عليه وطلعت بعد ما اعرفه، يعني استحينا وتدري شنو مبهدلين احنا وهاي معارف وهذا الترتيبات ما عندنا شيء. طلعنا الحج شويه قعد قال انا ما اريد، انا ما جاي اقعد، اريد اطلع. وين تطلع؟ قال اريد اطلع على الساتر، والساتر خطر 100%، الخطوره اللي موجود على الساتر هو يعني. سيد الشهداء من اجى حج فالح الخزعلي شكل هنا كتاب سيد الشهداء، هم فوجهم موجود، هم اخذوا غرب امرلي. انا كنت تصوبت ورحت، يعني يحجون وجهائنا وشيوخنا يقول والله كان ينام بالقاع بدون فراش، بس ساتر الامام ويانا حج فالح. امر لي شاة الاقدار وقدرها محاصره من كل. نعم. كل نقاط التهديد نقعد ان شاء الله قاعده مفصله ان شاء الله. نعم. نحدد ونعرف جهوزيتنا شنو اللي نحتاجه، مو ضروري يكون اليوم. بالتالي نعرف وين نكثف جهدنا وكيف نشتغل نحافظ على الناس. اخلاق بالطيران انا اقول لكم ما يصير. صعب ولا لا للناس ما يصير، الناس صامت. مو صحيح الاخلاق. مو جاي اقول لك اخلاق ماكو، اذا انت لازم تشتغل تدافع وعندك ناس ثابته وخوش ناس واثبتوا فاحنا نشتغل على هالاساس. انه اليوم انا وياي كادر الاول الملف السوري جاي من هناك الله يسلمك، واحنا جايين الاخوان هم شنو اللي عندهم. نعم. ويمكن نشتغل حرب العصابات. حرب العصابات تعتمد على التكتيك وتعتمد على قله الاعداد والخبره والسلاح النووي. فنشتغل مثل ما هم يشتغلون، بل احنا افضل. الامام صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي جعل اعداءنا حقا. بالتالي نستفاد من هذا. اليوم اقرب نقطه موجوده اللي انت تعرف كيف هاي القرار. هي الغرب. اقرب. لا المشاكل بالشرق هي المشاكل. وبالتالي نشتغل شنو يحتاج وشنو نشتغل. الاولويات ان نعرف الاولويات. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الواقفين هسه الجناح الجنوبي من ناحيه امرلي اللي يمتد على باتجاه قرى الدواعش، قريه الخيضر، قريه اشتبه، وقريه باشا قلان، اللي يمتد ويا الشارع العام اللي يربط طريق العام بين بغداد وكركوك. هذا المحور احنا نعاني من عنده، من يجي الطيارات السمتيه يجيب لنا امدادات باعتبار قريبه على المطار مالتنا، يضربون عليه بالدوشكات وبالقناص نتاذى بها. احنا هجوم مالنا عليهم بالاسلحه الدوشكه نضربهم شلون ما يرمونا ونطلع عليهم كمائن قريبه. طبعا هناك اصرار وعزيمه من كل المقاتلين من منطقه امرلي من شبابهم الاجهزه الامنيه، ووجدت السواتر متماسكه وايضا فيها المقاتلين والجهوزيه العاليه والمعنويات العاليه اللي هي اهم من كل شيء. اعتقد من اراد ان يرى كربلاء فها هي كربلاء في امرلي. هذه خريطة لازم بعد تكتب هذا صياد ما صياد. هذا وين؟ هذا آمرلي. هذا آمرلي أوضح البرضة. عرب الواد هذا شوف هذا هم علمهم راسمين، هذا هاي مال داعش علمهم هذا راسمين هم. هذا هاي ضربه جبل الصبر من حق الدواعش.
وصلنا هنا هاي المكان، حج شاكر يمين جو وياه وجقاته بيده. قال ها خالي، قلت له خالي بس نريد نشوف حج فالح. قال ايه. دخلنا على الغرفه، وين حج فالح؟ معكو حج فالح. يوم عودين حج فالح، لقطه ما انسى. حج فالح ويا المقاتلين، نايم ويا المقاتلين، والله ما ميزناه. درينا عليهم واحد واحد، وحج قام قال هذا حج فالح نايم هنا. حتى عدوا عشان ما كان نايم. هذا الرجل يعني رجل شجاع وعدة يعني لا ينام عدة شيء. حال المقاتل، ما عدى أي تكبر. البرلمان شلون وضعه؟ اقول لهم انا ادخل البرلمان اشم رائحه النظام، ولكن من اجي ازور جبهات القتال، ازور ناس الاهل، ناس طيبه مثلكم، اشم انفاسكم. اتوقع ان الجبهه مثل البول، هاي النعمه اللي فيها انتم مو كل واحد يحصلها. هاي يوم يومين وتنتهي، ولكن سوف تبقى عركه بالذهن. منو اللي ثبت؟ منو اللي صاحب الموقف؟ انتظرناه تقريبا لحد ال 11. قبل ال 11 قام هاي الريوق قلت لك عليه اكلنا. قال حجي يلا نروح على النقاط. قال نروح على النقاط. قام راحوا على الجهه الجنوبيه همينه، هو وحج شاكر وعقيد مصطفى والمقاتلين كان موجود وياه. راحوا افتروا على الجهه الشماليه. السلام عليكم. حيا الله اولاد علي بن ابي طالب. السلام عليكم. لا تحكي بالعنصر يا ابو علي. وقزوز شباب. السلام عليكم. مصطفى يريد يقتلنا والله. هذا تصوب هذا مو جيراني، هذا يا اسمه. هذا هم صار عابشته. هذا تصوب حجي. داعش يضربه، منا واحد عمنا رضا يضربه، يقول هذا داعش يقول خوان سوداء. يلا حازم سريع. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا قرية الوادي وهذا قرية طور قربان الدوشكه منطقتين، يجي يوصل هنا هم ينفلت. لا طائر عندنا طيب هسه. ايه 23 ما ادري. تسال عليه هذا طبعا هذا الجيش هسه. طلعوا من ذيك القريه وصلوا يسوون مثل الواوي. قلت يا الربع هم الا وصلوا هنا ضربناهم وقفوا ناموا. ورا ساعه مشوا جماعتنا عاد خلاهم يتقربون.
ورجع همين امان. وهاي الحار قلت لك الحصار، فتره الحصار صار بتموز هاي الحصار. وبقى رجع قال ما كملت شغلي، لازم نروح على الساتر حتى نرتب شغلتنا، لان هو تدري رجل عنده خبره بالجهاد قبلنا يعني. فانطى تعليمات عن المجاهدين، عن الدفاع، عن الحذر، وهذا حتى وزع النقاط علينا وقام يحكي لنا يعني، كان حتى كلماته الخبره مالته هوايه حجفها له. فبقينا بالليل همنا قاعد هنا سولف عن الجهاد وهذا، ما تركنا، قال انا ما اترككم حالكم. اللي اشتركوا في الصمود على مرلي من البصرة الفيحاء، من السماو، من الناصرية، من كل المحافظات الجنوبية، اللي اجوا ليس لا راتب لا ما كان اكو رواتب، لا اكو شيء، ولا يعرفون من يجون لهنا يموتون. يعني يجي يقولوا له انت من تجي لهناك المنطقة منتهية، منطقة حقيقة يعني منتهية، شلون تروحون يقولون لا احنا نفدي ارواحنا في سبيل نجدة اهل آمرلي. طبعا كانت لي زيارة إلى كل دوائر الدولة في آمرلي وخصوصا المستشفيات. ما وجدنا هناك مع بالغ الأسف حصلت حالة وفاة بسبب عدم وجود كوادر طبية وإنسانية، وهناك محاصرة إلى هذه المدينة. أنا قلت لك خوف ما عندي، ما أخاف مجاملة ما عندي، ويا الحق أحكي صراحة. لا أبد، لا واصلنا برلمان، لا واصلنا مسؤول، لا واصلنا أي واحد غيرك عضو برلمان، ما حد واصل. بس أنا أقول لك جماعتنا هنا كدوائر، مدير ناحية، أستاذ مهدي، هذول واصلين، بس من بغداد من غير مكان. بس وصلنا أبو أيوب، حج أبو أيوب، وصلنا اجى هنا ورجع عضو مجلس النواب السابق. احنا خادم ربك وحياتك حبيبي. الوضع الإنساني على مستوى المياه لم تكن هناك مياه، والاعتماد على الآبار. أيضا موضوع الكهرباء غير متوفرة. أيضا في نفس الوقت الناس أخذت تقتات على القوت من الحنطة والشعير، على اعتبار كان بعد عملية الحصاد وكان غير مسوق هذه المواد. كانت المؤن التي ترد تقريبا يوميا أو بين يوم ويوم هي طائرتين، كل طائرة تحمل تقريبا ب2000 طن. طبعا من خلالكم التحية إلى طيران الجيش والقوة الجوية الأبطال الذين كانوا مجاهدين مقاتلين في الميدان، وكان حضورهم أيضا مميزا بالدفاع عن أهالي آمرلي. هذه الحمولة 4 طن، فيها مقاتلين، فيها مؤن، وفيها مواد غذائية، وفيها مواد صحية ومواد إغاثة. فكيف سوف يكون الموقف؟ طبعا لم تكن هناك انزال إلى مؤن إلى أهلنا في آمرلي، إلا أنه قبل يوم كان هناك انزال، ومع بالغ الأسف قبل يوم من كسر الحصار، وكان دعما خجولا لا يليق بأهلنا في آمرلي. أما على هذا من خلال التحالف الدولي اللي كان خزانات مياه وغير ذلك. فبدت المأساة المعاناة من ناحية تموينية، والمي
قطعوا المي، زقوا على البايبات الإسالة اللي تجينا من سليمان بيق، لأن سليمان بيق مركز الدواعش. لأن سليمان بيق هاي الناحية تعتبر ثالث مدينة بالعراق من ناحية تواجد أو الولاية اللي يسمونها ولاية لا إسلامية من بعد سليمان بيق وخويجة. هاي ثلاث مكانات الرئيسية بالعراق قاطبة، ولا زال إلى يومنا هذه موجود الرايات البيض جبال سليمان بيق بظهرها، ومن هناك يتسللون إلى البحيرة امتداده بدعم أمريكي صهيوني إلى هذه الساعة. فأخذنا 360 درجة ندافع عن آمرلي بحيث نحتفظ على طلقاتنا، على عتادنا، على أسلحتنا. واحد يوصل الآخر، دير بالكم تقليل إلا العدو، يعني بحيث إذا الطلقة لازم تقتلك داعشي. أما الحضور الفاعل والمؤثر كان إلى طيران الجيش، كان إلى القوة الجوية، وكان إلى ثبات المقاتلين. آمر اللي تبقى صامدة غصبا على خشوم العدا، آمر اللي تبقى غصبا على خشوم العدا. يلا وياه سلام يا من. آمر اللي تبقى صامدة غصبا على خشوم العدا في الميدان. فالحمد لله على الرغم من المأساة الإنسانية، على الرغم من الجرحى والشهداء والذعر والخوف، كان في نفس الوقت هناك ثبات وهناك حضور وهناك مرابطة وهناك تأثير كبير على المستوى المعنوي من خلال ثبات الأخوة المقاتلين. داعش هجم أكثر من مرة على هذه المدينة، لكنه لم يفلح بسبب ثبات المقاتلين على كل المستويات وفي كل المحاور، كان ثباتا مميزا. على أساس اليوم فك الحصار، فأنت عاشرت آمرلي وبقيت وياهم، شنو رأيك؟ صار قال أني ما يهمني، لا يهمني منصر، لا يهمني، أني يهمني أهلي. هاي الكلمة اللي حكاها حج فالح الله يحفظه. بقى ويانا وما تركنا، وشارك برفع الساتر عن آمرلي بداية استقبال القوات اللي موجودة، وبقى حتى قناة كربلاء بوقتها اجا سوى لقاء وياه. فلنصبح العالم هيهات. على جبل الصبر لآمرلي قتل الدواعش. من آمرلي نسمع علي بن أبي طالب نقول له لبيك يا علي، 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 لبيك يا
منهد عباس منهد عباس منهد عباس فلت ما بقت خوه وكان حسين من اللي يصيح يا عباس يرفرف شاربه وتيجي المروه وفاها حسين الخوه 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 وفاها حسين وهذا بحسنات وهذا قرية وادي همنا فهم اجوا منا أنا الدواعش يعني قعدوا واحد وهذا فوق هذا البيت شاف واقفين على السطح وشايلين اعلامهم يهوسون على اساس يريدون يهجمون آمرلي فهجموا بهاي الطريقة ولزموا المشروع اول شيء تسللوا بالمشروع الشرطة المحلي والعشائري كانوا وحشد الشعبي بعدين كان يجي وراهم الهمراتهم المدرعات والدبابات هجموا فالحمد لله والشكر واحنا صمدنا عليهم كان اسعافات وقعوا بالمشروع اكثر الموظفين بداخل آمرلي هو من عندهم يعني يجونا علاقه عبالك واحد من عندنا كانوا الدواعش من طبوا عليهم خابرونا كم واحد خابرونا قالوا ترى الدواعش قالوا لنا طلعوا مده يعني قصيره مو واحنا ناخذ آمرلي وتجون براحتكم هم هيش قالوا عليهم بس 3 أرباع الدواعش كانت هم صاروا من نفس القريه من نفس القريه هي موجود قتلناه وقضيناه واحد عدل كان مصوب بيده وقال هم اللي اول شيء قال لك اكراد ضحكوا علينا قالوا ضحكوا علينا ابو ضحكوا ايش صار بيهم هيك بعد هاي قرية صياد أول ما إجا داعش يطب على هذا القرية وهذا بصاحب هذا البيت كان يذبح لهم ذبيحة كانوا يجيبون الدبابات على التريلة وقفوا بيت بهذا صاحب بيت هذا فمنا اجوا على البرضة من البرضة لآمرلي فهناك كان مزوجة مرة من أهل آمرلي شيف شيعية ذبحوه أخذوه ذبحوه يعني ولده والرجل موجود وشلون الغير عندهم الابطال امهم ذاك يعني يكون يصير مرته فانطوه ذبحوه هي مرة عاجزة ذبحوه كيف شيعة من اهل آمرلي هذا المستوصف مال قرية الصيادة المستوصف كان من الدواعش كان جرحى مالتهم فطايسهم كانوا يعالجون بهذا المستوصف وكان من طبينا هنا لقينا علاجهم واللبر مالتهم وكل شيء لقينا بهال شو اسمه هذا هذا البيت بيت فيصل السيم تابع للبرضة فمقر داعش صارت هنا داعش من طلعوا منا بهاي المشروع لقوه طبعوا ذنيك البيوت بيت عمامي حرقوه وقصفوه يعني طيران بيته من عنده وقعها فمن طلعوا الدواعش من عنده كان ينزل يجي علينا حج فالح الخزعلي الله يحفظه فكان ويانا هناك في هذه الساتر الامامي والداعش هنا
اكو من الدواعش واحد لقينا بتليفونه كان خابرك واحد اسمه محمود يسموه، حتى حج فالح حكى وياه. كواتف هاي الساتر شوف ماكو بينهم كيلو وخط صد، وحج فالح ونازل اول لاعب من نزل امر لي هو حج فالح الخزعلي، ونزل وبينه وبين العدو ماكو كيلو، وظل ويانا لحد ما فك الحصار عن الامر. التحية إلى الأبطال من أهلنا في آمرلي، التحية إلى المرابطين في السواتر. نقول بصبركم بجهودكم تحررت هذه الأراضي وأيضا تحقق هذا النصر الكبير، وأنتم شركاء حقيقيين بكل الانتصارات التي تحققت. نقول إنه داعش على المستوى العسكري قد انتهى، ولكن أمامنا التحديات الأمنية، وعلينا أن نكون أكثر تكاتف وأكثر وعي وأكثر شعور بالمسؤولية، لأن نتوحد حيال التحديات الأمنية التي قد تستهدفكم، وإن لم يكن اليوم قد يكون بالمستقبل القريب، وضرورة تفعيل الجهد الاستخباري والتعاون مع القوات الأمنية لتفويت الفرصة. التحية لكم، إلى مجاهديكم، إلى نسائكم، إلى رجالكم، إلى الشيبة الكريمة التي رأيناها في السواتر، إلى أطفالكم. التحية إلى هذه النساء، إلى أمهات الشهداء. التحية إلى كل صوت حر وشريف وقف معنا في الميدان.